نستمعوا مزيان. No aparece un escándalo, sino que brilla el nombre de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la JED, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del Reino de Marruecos, y por orden directa del rey Mohammed VI y de su consejero Fouad al-Himma. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yassin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales porque ha estado involucrado en varios casos como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie. Después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento hacemos la pregunta más seria y importante. ¿Qué papel desempeña Yassin Mansouri en la extrusión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez أوضعكم في الصورة. أولًا يتم اتهام عبر هذا الروبورتاج، وهذا الروبورتاج مدعوم بتقارير استخباراتية وكذلك بقرارات عموما في إطار كذلك التحقيق، بأن العملية من قاد العملية ديال ماركو جيت هو ياسين المنصوري رأسًا، وبأن ياسين المنصوري يستعمل الفساد أي الرشوة وكذلك الشونطاج، الابتزاز، من أجل تطويع بعض من البرلمانيين الأوروبيين. نستمروا. declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yassin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobby español en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobby está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Zapatero. Según informes de la inteligencia recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del Servicio de Inteligencia Extranjera dirigida por Yassin Mansouri. في هذا الروبورتاج وأحد الروبورتاجات اللي هي خطيرة وخطيرة جدًا، كتكشف واقع الأمر. أولًا المغرب قام بإحداث، وغادي نفهموا لماذا لاحقًا، قام بإحداث لوبي أو صناعة لوبي داخل إسبانيا يقوده ساباتيرو. من هو ساباتيرو؟ رئيس سابق بطبيعة الحال، هو المؤسس وكذلك المشرف على حركة ماذا؟ الصحراويين من أجل السلام. والصحراويين تعرفوا هذا الاسم، الصحراويين من أجل السلام. ساباتيرو هو الأهم. واخا هل يكتفي ساباتيرو بالضغط على بيدرو سانشيز كأحد أهم الأشخاص الذي يرعى المصالح ديال المخزن؟ لا، لا يكتفي بهذه المسألة. جانب آخر اللي غادي نتحدث عليه هو التحركات ديال ساباتيرو بأمريكا اللاتينية. بسبب النفوذ وكذلك القوة والارتباط ديال إسبانيا بالمجتمعات اللاتينية أمريكا الجنوبية، يتحرك بقوة ساباتيرو، بقوة يتحرك في هذا المجال في محاولة للحصول على دعم عبر الموقف ديالو، كذلك عبر كذلك المكانة ديالو السياسية والتجربة ديال السياسة والعلاقات اللي انشأها يعني اللي انشأها سابقا. وبالتالي ما يتم تحقيقه بأمريكا الجنوبية سواء في كذلك الحصول على اعتراف، أو تعلّق الأمر كذلك الحصول على مكاسب أو تليين ما يتعلق كذلك يعني بالموقف ديال أحد الدول بأمريكا اللاتينية، يمُر لزامًا عبر ساباتيرو. حنا دابا حنايا حاليًا المغرب تيقول لك إنه ينتصر، ضغوطات، ليست بضغوطات أخي الكريم. المغرب يعتمد على أشخاص، يقوم بإرشاء الأشخاص، إرشائهم وابتزازهم بطبيعة الحال وتسجيلهم وغيرها كذلك من الأمور. من أجل ماذا؟ من أجل مساعدة المغرب، سواء في أمريكا اللاتينية حتى داخل إسبانيا، حتى كذلك هناك لوبيات مغربية أو لوبي تابع للمغرب بفرنسا، بإسرائيل،
أي أنه يعتمد على اللوبيات عبر الابتزاز وكذلك عبر الرشاوى. اليوم يتم وضع، وبالنسبة للصحراويين تعرفوا ساباتيرو بأنه ماذا يشتغل لفائدة المغرب، يشتغل لفائدة المغرب، بل يعتبر بأنه أحد أهم كذلك الركائز الأساسية في السياسة الخارجية المغربية، باش ما يقولكش لاحقا بأن الأمر يتعلق بانتصارات دولية. الأمر يتعلق ليس فقط بانتصارات دولية، الأمر يتعلق بماذا كذلك دعم دولي للمغرب بسبب كيف اللي تيقولوا لهم داخل المغرب، تيقولوا لهم بسبب التنمية، بسبب القوة، كذلك يعني المغرب هو صاعد بسبب أن كذلك المغرب بأنه قوة اللي هي مهمة جدا واستراتيجية وعندها كذلك النفوذ ديالها وعندها كذلك يعني وكذلك يعني دولة اللي هي تدفع في الاتجاه إلى الصناعة وفاعل مركزي في افريقيا وغيرها كذلك من الامور. لا، هذا الروبورتاج يعطيك صوره اخرى على السبل التي يعتمدها المخزن من اجل الضغط وكذلك الحصول على مواقف من طرف الدول الاخرى. لا يستطيع بوريطه الحصول بشكل مباشر على ماذا؟ على موقف، الا عبر استعمال مجموعه من السياسيين او رجال الاعمال او لوبيات قصد ماذا؟ قصد كذلك التأثير على صناعة القرار عبر المستوى داخل الدول الأخرى أو بالدول الأخرى، يعني التأثير في صناعة القرار الخارجي لهذه الدول. اليوم عندنا فقط كلافين، هذا هي مفتاح، هذا غير بسم الله، هو ساباتيرو، وتوجهات له وتم التحقيق في الذمة ديالو المالية سابقا، وتم كذلك التأكيد بأن حركة الصحراويين من أجل السلام التي تحاول تقديم نفسها على اساس انها عندها يعني واحد التوجه وكذلك عندها يعني الطريق الثالث ما بين المغرب وما بين جبهه بوليساريو، هي حركه الصحراويين من اجل السلام، حتى هي يعني تقدم نفسها كحل ثالث، ولكن في يد بالتاكيد من طرف المخابرات الاسبانيه بانها تشتغل في يد ما يتعلق بمدى بالمخابرات المغربيه وبانها مدعومه من طرف المخابرات المغربيه. واكثر من هذه المساله يشرف عليها ساباتيرو، وسابيترو يعتبر بأنه عميل مباشر، عميل اللي غادي يكون زبون للمنصوري، وكل هذه الأمور تتم عبر الابتزاز وكذلك عبر الرشاوى. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la JED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Ushata hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. وهنا تجي الفضيحة، وأنا أدعو كل الإخوة والأخوات نقلوا هذا الجزء اللي غادي نتحدث عليه حاليا. أولا، ساباتيرو قبل من الصعود ديالو من بعد سقوط أزنار كان يعلم بالعملية الإرهابية التي واجهت إسبانيا سنة 2004. كان الضحايا ديالها 193 شخص قتيل، وأزيد من ضحية يعني مصاب 2000، تورطوا فيها ما بين 7 إلى حدود 8 المغاربة، إلى حدود الآن هما يعني تم المحاكمة ديالهم وغيرها. المغرب قال لك بأنه أول المغربي الملك محمد السادس هو أول من قام بتقديم تعزية إلى ماذا؟ أول من قام بتقديم التعزية إلى إسبانيا، وانتقل إلى إسبانيا وكذلك أكد يعني على مواجهة الإرهاب وغيرها كذلك من الأمور. شوفوا هذا الضحك على الذقون، شوفوا هذه العقلية ديال المافيات حاليا. التقرير اش يقول لك؟ يقول لك بأن المغرب هو من وقف وراء العملية الإرهابية سنة 2004، وكان ساباتيرو اللي هو اليوم تيتحرك على المستوى ديال الصحراء الغربية في محاولة إقناع دول ديال أمريكا الجنوبية وإقناع كذلك حتى الإسبانية حتى الحزب، يعني إقناع الحزب وكذلك التشبث بهذا الموقف، وهو كذلك كان فاعلا مركزيا في تغيير الموقف ديال إسبانيا
كان يعلم بالعملية الإرهابية وفق تقارير استخباراتية وفق ذلك الروبورتاج. شنو هو الهدف؟ الهدف هو الإطاحة بأسنار. لماذا الإطاحة بأسنار؟ لأن أسنار غادي نتحدثوا عليها لاحقًا، لأن أسنار أهان المغرب سنة 2002 عندما اتخذ القرار مع قيادين قياديين عسكريين بالجيش الإسباني للتدخل عسكريًا واعتقال كل كذلك داك 11 خروف مغربي بجزيرة البريخيل، جزيرة ليلى تيقولوها في الخليج، هُما ديما العقل ديالهم مع النساء المغربيات. جزيرة البريخيل. فكان الرد على هاد المسألة، لماذا سينخرط أو تكون عنده معلومة ساباتيرو بالوزن ديالو وسينخرط في هذا البعد، لأنه كان يريد الإطاحة باليمين، كانت الفرصة ديالو. ثم لاحقًا فعلًا تم الإطاحة باليمين وساباتيرو كان هو الرئيس ديال الحكومة الإسبانية. من قام بالعملية ميدانيًا هي المخابرات المغربية. ياسر المنصوري يوجه له اليوم اتهامات بأنه قام بعملية إرهابية فوق الأراضي الإسبانية. ولكن غادي نزيد مسألة أخرى لم يتم الإثارة ديالها، ولكن تم الإثارة ديالها من طرف ضابط سابق إسباني في المخابرات بطبيعة الحال. قال لك بأنه حتى المخابرات الفرنسية يعني من بعد العملية تدخلت المخابرات الفرنسية بشكل وثيق جدًا، وقامت بتحييد مجموعة من الهواتف، جمعت الهواتف، لأن فرنسا والمخابرات الفرنسية كانت تشرف على هذه العملية، وكل اللي قام بهذه العملية قامت بها المخابرات المغربية. ياسين المنصوري متهم اليوم بالعملية الإرهابية التي تمت فوق الأراضي الإسبانية سنة 2004. نفس الأمر نقولها لكم، نفس الأمر هو ما وقع بتونس، وبنفس كذلك السلوك وبنفس كذلك الطبيعة. الملك محمد السادس مسكين هو ما فراسوش، ولكن ياسين المنصوري هو من يقوم بالعمليات. المخابرات المغربية قامت بعملية إرهابية فوق الأراضي الإسبانية، قامت بعملية إرهابية فوق الأراضي التونسية، وتيكون المغربي هو أول واحد يتضامن مع الشعب وينتقد بشكل وسيع وتيدير راسو زعما راه ما فراسيش، انا راه هو قاتل وماشي معاك في العزاء. هو راه قاتل ولكن هو ماشي معاك في العزاء، وتيدير هكا وتيقول لك حنا كل هذا ويجب محاربة الإرهاب وغيرها. منبع الإرهاب نقولها لكم في منطقة الساحل والصحراء جهازين أساسيين ومركزيين، هو الجهاز ديال الاستخبارات المغربية والجهاز ديال الاستخبارات الفرنسية. العمليات التي تدار أو العمليات الإرهابية التي تواجه ما يتعلق يعني تواجهها أوروبا تتلقى دائما المخابرات الفرنسية وتتلقى دائما المخابرات المغربية. الدليل هناك حسابات دقيقة بطبيعة الحال بالنسبة لساباتيرو، قال لك بأنه يعلم ولكن لم يقم بإعلام أو كذلك بإعطاء هاد ما يتعلق كذلك بهذه المعلومات للجانب كذلك للمخابرات الإسبانية. كان يعلم ولكن كان عنده طموح سياسي، وفعلًا حصل على الطموح ديالو من بعد الإطاحة بأسنان في العملية ديال 2004. والسبب المباشر هو أن الملك محمد السادس كان يحاول إبراز القوة ديالو عبر العملية الفاشلة، العملية ديال الخلافة أو ديال القطيع. انتهى الأمر بفضيحة وكذلك بإهانة للجيش المغربي عندما تم اختطاف واعتقال جنود مغاربة. نستمع. Aquellos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenían el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquíes en la isla de Laila. Así, la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenían previsto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones, que tuvieron lugar 3 días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas, relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero, y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión. En un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del Reino de Marruecos en la causa del Sáhara Occidental, que ya
ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la prisión marroquí por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. هنا تيجي الجزء ديال تورط الحزب عبر ساباتيرو. طموح ديال ساباتيرو هو ورط الحزب. المغرب فعلًا قام بالعملية الاستخباراتية، قام بعملية بموافقة من طرف ساباتيرو لأمور ترتبط بالمخزن وترتبط كذلك بساباتيرو للإطاحة بأصناف، لأن الأمور كانت غادي توصل لواحد المدى اللي هو بعيد جدًا ما بين إسبانيا وكذلك ما بين المخزن. هناك مخاوف مغربية وهناك طموح ماذا؟ هناك طموح ديال الحزب ديال ساباتيرو سابقًا. فهاد الورقة يعتمدها حاليًا إلى حدود الآن من أجل ابتزاز الحزب. لهذا الحزب ديال بيدرو سانشيز خاضع ليس فقط بالعملية ديال بيغاسوس بالمناسبة، لأننا حنا حاليًا عندنا واحد النظرة وكذلك عندنا واحد الملف اللي هو آخر، هو تورط الحزب ديال بيدرو سانشيز في التكتم أو التزام الصمت أمام عملية إرهابية كان الضحية ديالها 2193 شخص أو أزيد، من ضمنهم 193 قتيل بإسبانيا، قادها المغربي. واخا المغربي اش قال في هذه العمليه؟ دابا حاليا الصوره عندنا واضحه، هناك بيغاسوس، هناك تورط كذلك الزوجه ديال بيدرو سانشيز في اعمال ترتبط كذلك ديال الفساد ديال الكوربسيون. بالمناسبه تم فضحها عبر كذلك يعني الاي دي تي في اتذكر وتحدثت على هذا الموضوع. ثم كذلك تورط ما يتعلق كذلك بمجموعه من الاشخاص الاخرين. الجميع يتهم اليوم المغرب حتى في القضيه ديال كولدو اللي هي معروفه احد اكبر القضايا ديال الفساد التي تواجه احد يعني جزء من النخب السياسيه، ولا زال البحث مستمر. وهناك الاسم والذكر ديال المغرب بانه تورط في هذه المساله. ثم الفضيحه ديال الزوجه ديال بيدرو سانشيز. ولكن اكثر من البيغاسوس واكثر كذلك من التجسس وغيرها الذي اطاح بالوزيره ديال وزاره الخارجيه السابقه الاسبانيه، اكثر من هذه المساله هناك ملف اللي هو ثقيل وثقيل جدا داخل الحزب ديال بيدرو سانشيز، هو ما يتعلق بموافقته على عملية إرهابية فوق الأراضي ديالو لخلق واحد النوع ديال ماذا؟ ديال التحول الجذري في المعادلة السياسية والإطاحة باليمين عبر أصناف. المغربي بطبيعة الحال واضحة جدًا، المغربي هو كان يحاول الرد على الإهانة ديال جزيرة البريخيل، ولكن في آخر المطاف الأمر هو كذلك كان مشروط بماذا؟ بتغيير المعادلة السياسية لصالح المخزن في آخر المطاف وكذلك تعزيز العلاقات. هكذا تدار السياسة أخي الكريم من الجانب ديال المخزن. هذه هي وجهة النظر. خاصني دابا حاليًا ما أؤكده بالنسبة للمغاربة خاصةً وبالنسبة للجميع بأن المخزن ليس بطيب، ليس ملائكي، ليس كذلك بطرف اللي هو يجب الدفاع عليه. هذه مافيا تتحرك في مستويات مختلفة، في المخدرات، في الإرهاب، تغذية الإرهاب، القيام بعمليات إرهابية، بالإضافة كذلك إلى ما يتعلق بالهجرة، استعمال الحروب الهجينة، المناورات، الرشاوى، اختراق كذلك التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى وتم رصدها في الانتخابات السابقة الإسبانية وغيرها، استهداف الدول، التآمر. هذه هي العقلية أخي الكريم ديال المخزون ديال القصر العلوي ديال الملك محمد السادس وديال ياسين المنصوري. هما تيدعوا تيقولوا لي هو الفقيه، انت ما فقيه ما والو اخي الكريم، انت ارهابي. البعض تيقول لك بانه هو الفقيه لا تنشوفوه في الجامع، شوفوه في الجامع، ولكن انت عارف كيف يفكر هذا الشخص، ما هي الاستراتيجيات، هي الفضائح ديالكم. الجزء الاخر من الفضائح غادي نتحدثوا عليه لاحقا لانه يرتبط بماذا؟ يرتبط، حنا تحدثنا فقط على ياسين المنصوري، ولكن الجزء الآخر هي ما يتعلق بجبروت. اليوم جبروت تعتبر بأنها مصدر اللي هو مهم ومهم جدًا وثابت فيما يتعلق بنقل المعلومة سواء ومعتمدة سواء بالنسبة للفرنسيين بالنسبة كذلك للإسبانيين. المغاربة عجبكم الحال ما عجبكمش الحال هذاك المشكل ديالكم بالمناسبة، ولكن لن تهدأ الأمور لأن الصحف تدخلت، مجموعة من الأطراف تدخل الإعلام الفرنسي تدخل الإعلام الإسباني، ولن يهدأوا بطبيعة الحال لمواجهة المخزن سواء بسبب الضغوط أو كذلك بسبب تقديرات ترتبط بأجندات اللي هي سياسية تتعلق بقصر الإليزي أو قصر المونكلوة. ما تهمش أخي الكريم، ولكن كل الفضائح ديالكم ولات على مرأى من الجميع، كل شيء الجميع يعلم ما يقع داخل المخابرات المغربية، الصراع الدائر ما بين كذلك يعني الدائر على المستوى داخل القصر العلوي، سواء كان يتعلق الامر بابو زعيطر او يتعلق الامر بالامير رشيد وكذلك يعني بجزء من دار ديال المخزن، هادو الصقور ديال المخزن.
هذا فؤاد علي الهمة أو غيرها، أو ياسر المنصوري أو العائلة وغيرها، ولكن أضحت كل الملفات ديالكم مفتوحة لدى الجميع، وأضحت كذلك بأن هذا الصراع ولا مكشوف لدرجة أنه يتم الوصول إلى معطيات ذات طبيعة حساسة ترتبط بالثروات، ترتبط كذلك بما يتعلق يعني ليس فقط بالثروات، تتعلق كذلك بالفساد. الناس تتساءل إلى حدود الآن محمد الراجي عاش غادي يدير كذلك مركب صناعي في بني ملال ب3 المليون ديال الدولار، وهو فقط موظف، يعني الحساب ديالو أو كذلك ما يتعلق بالسالير ديالو لا يتجاوز 2400 يورو، اللي هي 25,000 25,000 درهم بالمغرب. الجميع يتساءل اليوم على المستوى ديال الفساد، ثم كذلك على من قاد العملية ديال بيغاسوس. مرحبا بك محمد الراجي بالمناسبة. تم فضح الجميع. الجهاز ديال المخابرات تم تفكيكه، خاصكم تفهموا هذه المسألة. الجهاز ديال المخابرات المغربية تم تفكيكه بالأسماء، بالمعلومات الخاصة. تم استهداف رؤساء ديال الأقسام ورؤساء كذلك، يعني ماشيش رؤساء فقط ديال أقسام عادية، لا، لا، لا رؤساء ديال كذلك ديال ما يتعلق، هذا ديال ما يتعلق بالتجسس المتقدم، هذا كذلك المكافحة الإرهاب، هذا كذلك الجميع. تم وضع ما يتعلق بالوضعية ديال المالية، ما تم الكشف عليه، يعني المُعلن ماشيش الغير المُعلن، والشركاء ديالهم. ثم الفضيحة كذلك ديال كذلك ديال المسؤولين الحزبيين في مراقبة مجموعة من الثروات، بن علي، المنصوري، هذا كذلك هذا بوريطة، ما يتعلق كذلك يعني بالمستشار السابق المجيدي، وزيد وهبي، وزيد بالدليل. ولا يستطيع أي شخص أن يقوم بماذا؟ بطعن في الوثائق التي تم وضعها من طرف جبروت. أما من يدعي بأن الأمر يتعلق باستهداف ولي العهد وبأن جبروت فقدت المصداقية ديالها، فهو واهي بالمناسبة. هذا يعني يعتبر بأنه تحليل اللي هو غبي، لأن ما تتحدث عليه جبروت وتعين الأشخاص وتحرك جهازين من أجل الدفاع فقط على جاسوس أو مخبر أو عميل تابع لهذه المخابرات، تقوم بالفضح ديالو، فهو إشارة على أنه فعلا العملية كانت قائمة، تكون عندها أثر ما تكونش عندها أثر، أو أن جبروت تحاول إعطاء إشارة بأن ولي العهد هو شاذ جنسيا، ما تيهمناش، ولكن الشذوذ الجنسي هو مصير ديال ولي العهد. هذا البرهوش على الرغم من تقديمه على أساس أنه صلب أو نسخة سوف يتم إعادة إنتاجها داخل المغرب للحسن الثاني، ولكن حنا نأكد بأنه شاذ جنسيا. ما تحدثت عليه جبروت بكل كذلك الاطلاعات ديالها، بكل كذلك يعني كذلك الخلفيات ديالها، وكذلك من يقف وراء هذا كذلك الجبروت، ويتم تأكيد هذا دابا حاليا حتى من طرف لانديبينديتي، ردا على بعض الأطراف اللي قالوا لي بأن جبروت بأنها جزائرية. قلنا لكم في النسخة ديالها الثانية حنا تنراقبوا الوضع، نعرفوا واش واقع، عارفين واش واقع، يعني يهنيو البعض يتهنى في المعلومة، يعني حنا تنتحدثوا بالمصداقية ماشيش. هو اليوم يتم تأكيدها من طرف علي المرابط، يتم تأكيدها من طرف بن كيران، يتم تأكيدها من طرف الصحف الإسبانية، يتم تأكيدها كذلك حتى من مجموعة من الأطراف بأن جبروت في النسخة ديالها الثانية من بعد تعليق المجموعة الأولى كانت مغربية وتدار من طرف تيار انشق على الأجهزة الأمنية. نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين في هذه المسألة، يعني لا نقاش في جبروت، هو عملية أو كذلك بأنها ترتبط بالاستخبارات المغربية في الجزء ديالها الثاني. ما تنتحدثش على الجزء ديالها الأول، الاختراق الذي تم سابقا، ما تتحدثش على ذاك الجزء، تتحدث على إعادة إنتاجها لاحقا بهذه النسخة. نكونوا واضحين في هذه المسألة. والمراقب كذلك لجبروت غادي يعرف بأنه ماذا يتفاوض، هناك لغة ديال التفاوض مع المخزن وسحب كذلك التدوينات أو كذلك عموما يعني الرسائل وغيرها، وكذلك التراجع على ما يتعلق كذلك ببث بعض المعلومات. أمر ولا حساس. فاليوم يعني المخزن اليوم جبروت ولات معتمدة بالنسبة للصحف الأجنبية، ومعتمدة كذلك حتى فيما يتعلق يعني بإعطاء سواء المعلومات أو كذلك في تدبير هذا الصراع الدائر داخل المغرب. تحياتي الإخوة والأخوات، ما تنساوش دائما إعطانا الإعجاب وكذلك إعطانا الابتسامات ديالكم. اليوم خدينا الدق على خدينا الدق في السينيال، ولكن عادي جدا،
المهم هو نقل المعلومة، يبقى هذا الفيديو دائمًا يعني تاريخي، وكذلك كوثيقة لماذا؟ أو كذلك يعني كتسجيل فيما يتعلق بنقل المعلومات، وكذلك لمشاركة هذه المعلومات ذات الطبيعة الحساسة المرتبطة بياسين المنصوري وكذلك الملك محمد السادس في علاقته مع إسبانيا. تحياتي للإخوة والأخوات، ما تنسوش دائمًا إعطانا إعجاب وكذلك إعطانا الابتسامة ديالكم حول مواضيع مختلفة، بالإضافة كذلك لمشاركة الحلقة مع الأصدقاء، والسلام.